الرشوة، في الإدارة الرشوة، في السبيطارة الرشوة، في الإدارة الرشوة، فين ما مشيتي الرشوة، فين ما مشيتي. الرشوة. الإخوان المهم تحية مثالية لكل الحاضرين والحاضرات، كل الغيورين والغيورات على ابناء هذا الوطن الجريح، على كل المشاكل التي نعاني منها جميعا. أشدوا بحرارة على أيديكم وقولوا أفديكم كما فداها الشهداء، كما فداها المعتقلين. أشدوا بحرارة على كل الأطراف الحية وكل أبناء مدينة الفريدق الغيورين المناضلين الأبيين الصامدين الذين أبانوا رغم قساوة ورغم التغيرات المناخية وكذلك الأمطار التي تغزر بكثافة، إلا أنهم وقفوا وقفة رجل واحد ليقولوا كلمة حق في وجه كل مسؤول هذا البلد وهذه المدينة بشكل خاص التي نعاني من خلالها الويلات ثم الويلات ثم الويلات. عزاؤنا وعزاؤكم واحد، عظم الله أجوركم في مصابنا الجلل 3 نساء: سعاد الخطابي، الزهرة ميكي، كذلك بتول الهيشو، ومجموعة من المعتقلين الذين هم يقبعون وراء السجن الصومال سيء الذكر لحدود اللحظة. كذلك المحاكمة التي اليوم في محكمة ديال تطوان ديال أنوار الشعير الهروس، يعني كذلك مصطفى الدباني، كذلك 7 معتقلين بالإضافة إلى معتقلين آخرين يقبعون بسجن الذل والعار، سجن سيء الذكر، سجن الصومال. نطالب بإطلاق سراحهم بشكل فوري، لا لشيء لأنهم أرادوا أن يقتاتوا حلالا طيبا من هذا المعبر الذي سمي سابقا بهذا التهريب على أساس أنه تهريب قوتي معيشي. هذا مسؤول ديال الدولة رقم 1 كيقول بأن هذا التهريب هذا هو تهريب معيشي، تهريب قوتي، على اعتبار أن ليس هناك مناطق صناعية. منطقة صناعية نقشت لم تخرج إلى حيز التنفيذ، والمسؤولين لا ربما يريدون كاع تعويم هذا الشعب هذا في شي متاهات أخرى. كذلك عندنا الميناء الأورو المتوسطي اللي قالوا بأن غادي يخدم 35,000 منصب شغل معرفة. هذه المنطقة على ما أعتقد في الإحصائيات الأخيرة يعني كاين 8700 وشي كدا و50 اللي خدم تما، فين هي 35,000 واحد. كذلك لن نقبل بالمهانة، لن نقبل بالذل. الصامت عن الحق شيطان أخرس، لن نقبل بأن نكون شياطين يعني شيطان أخرس، ولكن سنقول للجميع إننا اليوم وابتداء من هذه اللحظة سنتعبأ جميعا يدا في يد، بعيدا عن المتاهات، بعيدا عن السبل، بعيدا عن الصراعات الضيقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وإنما سنكون وحدة متراصة من أجل أننا نجيبوا الحقوق ديالنا كما كيجيبوها مجموعة ديال الناس في مجموعة ديال المناطق في المغرب. ألسنا نحن بشعب، ألسنا نحن بمواطنين لدينا كرامة. الحق الأول في الحياة، الحق الأول من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، الحق في العمل، الحق في السكن، الحق في مجموعة، في الصحة. الصحة ما بقاتش كاينة، مجموعة ديال المسائل ما كايناش. ولهذا أقول لكم جميعا سنقرأ الفاتحة ترحما على أرواح هؤلاء الشهداء وهذه الشهيدات اللتين أو اللواتي يسقطن بشكل متتالي وبشكل متتابع في معبر الذل والهوان، معبر الحدودي باب 6 وكذلك ديك طريق الجوج. تحية للجميع وفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.